رحمة وطنية. أنا أسمع رئيس وزراء بريطانيا يقطع زيارته ويرجع إلى بلده، والله تتأسف، يرجع إلى بلده لأن هناك تخديد للأمن القومي البريطاني، ما عنده لا عبوة صارت ولا ناس ذبحت ولا كل شيء. وإحنا حكومتنا مع احترامي لدولة رئيس الوزراء المفروض بعد ماكو زيارات هاي الأيام في سوح القتال، في جبهات القتال مع المقاتلين، أتابع احتياجاتهم، أتابع إمدادهم، أتابع تمويلهم، أتابع تسليحهم، وأنا أعيش ببلد وعندنا خارجية. وزارة الخارجية شنو دورها يعني؟ وزارة الخارجية تأخذ دورها وين يكون؟ مع الأسف وزارة الخارجية اللي سجلت أقصى نقطة عليها في أول استلامها للمسؤولية يقعد مع سعود الفيصل يشيلون علم العراق، يشيلون علم العراق يشيله. هذا سعود الفيصل اللي الآن يقعد بمؤتمر باريس ويدعو لمكافحة الإرهاب، وهو أول إرهابي وأول من مول الإرهاب على قتل العراقيين. ليش وزارة الخارجية تأخذ دورها؟ وأنا قائد عام للقوات المسلحة والله نعاتبه، نقول له المفروض يقطع زيارته حاله حال المسؤولين ويرجع، أو يرجع يشوف هذا التليفون اللي إجاني اليوم من جسر اليابان، يسموه جسر اليابان بحدود 600 جندي محاصرين، صار 75 يوم صمونا ما واصلته، طلقة واحدة ما واصلته. قلت له واحد أعطاني تفاصيل كثيرة بس أنا أريد أعرض عنها حتى لا نستهلك مجلسنا بهذا، مجرد إشارة. قلت له أنا أتكتم على اسمك على رقمك على شيء، احكي لي تفاصيل. قال لي شيخنا أنا تتكتم على من؟ إحنا باجر عقب حالنا حال سبايكر، ذكرونا يومين ثلاثة بالفضائيات وتعزلون وذكرون قضية أخرى، إحنا ميتين منتهين. 600 من قطعات الفرقة العاشرة، وقائد الفرقة العاشرة وين؟ يا ريت يسوي لهم فرد طريقة فرد شيء. قلت له شدوا حيلكم وفتحوا لكم منفذ اطلعوا. قال إذا نفتح منفذ الطيران العراقي يضربنا لأن ما عندنا تنسيق وياه، أو الطيران الأجنبي هذا المكلف بحماية يا سيدي المفروض هذه الأمور ما يروح بها رئيس وزراء إلى سفر، ولا يقعد وزير دفاع بمكتب، ولا يقعد وزير داخلية بمكتب، وإن يكون وزير داخلية مثل رجال بجرف الصخر حتى نكون منصفين مع الناس. لكن المفروض يحتاج من عندنا وقفة. المهم فهذا أول وحدة، أول شيء شنو اللي مهد لبني أمية بأن يعيشون أو